بيبدأ الفيلم بمهندس ميكانيكا اسمه جراي وهو بيصلح موتور عربية عميل عنده، وبعد ما يخلص بيخرج يستنى مراته آشا وهي راجعة من شغلها بعربيتها الحديثة والمتطورة، وهو هنا بيقول لها إنه صلح عربية العميل بتاعه وراح يسلمها له وعاوزها تيجي معاه علشان بعد كده ترجعه البيت بعربيتها، وآشا بتوافق وبعد كده بتركب مع عربية العميل، وبنكتشف بقى إن هي متحكمة عن بعد في عربيتها المتطورة وعندها خاصية القيادة الذاتية وبتمشي وراهم لوحدها. المهم أول ما يوصلوا بيدخلوا في نفق تحت الأرض وبيروحوا يقابلوا صاحب العربية في المختبر بتاعه، وبنعرف إن اسمه دكتور ايلون واللي بيكون عنده شركة كمبيوتر وذكاء اصطناعي، فبتتعرف عليه آشا وبتقوله إنها بتشتغل مهندسة في شركة بتصنع أطراف صناعية، وبتحكي له بقى هي قد إيه بتحب التكنولوجيا الحديثة دي عكس جوزها يعني اللي بيكره التكنولوجيا دي جدا وشايف إنها مضرة للإنسان. فبيوريهم ايلون هنا آخر اختراعاته الحديثة واللي بتكون عبارة عن شريحة متطورة وبيتم زرعها في جسم الإنسان، والشريحة دي بتقدر تزود ذكائه وقدراته العقلية. لكن جراي هنا مش بينبهر وبياخد مراته وبيركبوا العربية علشان يرجعوا البيت، لكن وهما في الطريق العربية بتخرج عن مسارها وبتمشي من طريق تاني، فبيحاول جراي يدوس الفرامل علشان يوقفها لكنها فجأة بتزيد سرعة العربية وبعد كده بتتقلب بيهم وبيعملوا حادثة. وبعدها بيجي أفراد من عصابة بيخرجوهم من العربية وبيقتلوا مراته آشيا قدام عينيه وبيضربوه هو برصاصة في رقبته وهما بيمشوا بعدها. لما الشرطة تيجي بينقلوا للمستشفى، حالته طبعا بتكون حرجة جدا، لكن بعد 3 شهور بيقدر يخرج من المستشفى بس وهو مشلول وقاعد على كرسي متحرك، فبتكون والدته هنا جايباله أجهزة متطورة في البيت علشان تساعده. وتاني يوم بيروح لمركز الشرطة وبيقابل الشرطية كورتيز وبتقوله هنا إنها لسه ما وصلتش للعصابة، فبيرجع جراي للبيت وهو محبط وبيقرر ينهي حياته ويخلي الآلة بتاعته تحقنه جرعة كبيرة من المخدر. هو لما بيفقد الوعي بتتصل الآلة أوتوماتيكيا بالشرطة وبينقلوه بعد كده للمستشفى، وأول ما يفوق بيلاقي الدكتور ايلون جاي بيزوره وبيقوله إنه ممكن يمشي تاني على رجليه وده عن طريق إنه هيزرع له شريحة متطورة في جسمه، بس بشرط إن الموضوع ده يكون سر ما بينهم. لكن جراي في البداية بيرفض لأنه مش عايز يعيش أصلا، بس بعد تفكير بيوافق إنه يركب الشريحة علشان يقدر ينتقم لمراته من العصابة اللي قتلوها، وفعلا بيروح لايلون علشان يبدأ العملية. بعد ما يركب له الشريحة والعملية تخلص بيتفاجئ جراي إنه بيقدر فعلا يحرك إيديه ورجليه من تاني وبيرجع يمشي مرة تانية زي الأول وأحسن كمان. فبيشرح له ايلون إن الشريحة دي اسمها ستيم وإنها مش بس بتعالج جسمه، لا دي كمان هتديله قدرات عقلية وجسدية خطيرة جدا. ولما يرجع البيت بيلاقي الشرطة كورتيز بعتها له مجموعة أدلة عن العصابة اللي قتلوا مراته، لكنه قبل ما يفتحها بيسمع صوت حد بيتكلم معاه. الصوت ده بيعرفه إنها نظام الشريحة بتاعت ستيم ومتبرمجة علشان تساعده وتنفذ أوامره. جراي طبعا بيستغرب الموضوع ده لأنه لسه جديد عليه. المهم بيشغل فيديو فيه تسجيل للحادثة، والشريحة هنا بتقول إن الشخص اللي قتل مراته ما كانش ماسك سلاح أصلا والسلاح كان مزروع في إيده، وبتعرفه كمان إن في وشم غريب مرسوم على إيده بس هو مش واضح بشكل كامل. فبتطلب الشريحة من جراي إنه يديها الإذن إنها تتحكم في إيده وترسم الوشم. ساعتها بيبقى عايز يكلم الشرطة كورتيز ويبلغها بالمعلومات اللي عنده، لكن الشريحة بتمنعه وبتقول إن كورتيز مش هتصدقه، وده لأن الوشم مش ظاهر كويس في الفيديو وبالتالي ده مش دليل قوي بالنسبة لهم مش هيعتمدوه. فبيروح جراي بعدها البيت القاتل وبيحاول يدور على أي دليل يوصله لباقي العصابة، لكنه بيلاقي القاتل داخل البيت فبيستخبى بسرعة، لكن القاتل بيشوفه في المراية وبيهجم عليه، وساعتها جراي بيبقى مش قادر يدافع عن نفسه. ساعتها بيدي الإذن للشريحة إنها تتحكم في أعضائه علشان تساعده، وفعلا الشريحة بتقدر تخليه يتحكم في جسمه ويدافع عن نفسه ويضرب المجرم كمان لحد ما يقتله. طبعا جراي بيترعب لأن الشرطة لو عرفت اللي عملوه أكيد هيحبسوه على طول، لكن الشريحة هنا بتطمنه إن هي هتساعده يمسح كل بصماته من الشقة. وتاني يوم كورتيز لما تاخد جثة القاتل للمشرحة بتكتشف إن في أسلحة مزروعين في جسمه، وفي نفس الوقت ده ايلون بيتكلم مع جراي وبيقوله إنه مراقب كل تحركاته وبيهدده إن هو هيشيل الشريحة من جسمه وهيرجعه مشلول مرة تانية لو حد عرف حاجة عن الشريحة دي. نرجع لكورتيز اللي بتراقب كاميرات المراقبة وبتشوف جراي وهو بيتحرك بالكرسي بتاعه قريب من بيت القاتل، فبتشك طبعا إن هو اللي قتله. ولما تروح له البيت طبعا جراي بيكذب عليها وبيقول لها إنه كان بيتمشى في الشارع عادي وما يعرفش إذا كان ده أصلا هو القاتل ولا لأ، ده غير كمان إنه مشلول ومش بيقدر يتحرك. هو بعد ما يخلص كلامه كورتيز بتبقى لسه شاكة فيه برضه، وأول ما تمشي جراي بيكلم الشريحة وبيقول لها إنه عايز يعرف مكان باقي العصابة، فبتقول له الشريحة إن هي شافت اللابتوب بتاع القاتل وقدرت تعرف من خلاله إن العصابة بتتجمع في بار اسمه بولد بونز. لكن المشكلة عند جراي دلوقتي إن ايلون مراقب تحركاته ولو عرف إنه خرج هيوقف تفعيل الشريحة وبالتالي هيرجع مشلول ومش هيقدر يعمل أي حاجة. لكن بتجيله فكرة هنا
انه يقفل الجي بي اس بتاع الشريحة علشان ايلون ما يعرفش مكانه، وبعدها بيروح للبار وهو قاعد على الكرسي المتحرك وبيسأل كل الموجودين اذا كان حد فيهم يعرف العصابة اللي قتلوا مراته. طبعا بيتريقوا عليه وبيفضلوا يضحكوا عليه لحد ما بيجي هنا واحد اسمه تولين وبيقولوا بقى انه فرد من العصابة لكنه مش هيضربه علشان مشلول. فبيقولوا جراي هنا انه قتل صاحبه علشان قال نفس الجملة دي. ساعتها تولين بيتعصب والرجالة بتاخد جراي على الحمام، واول ما يرموه على الارض بيشغل جراي الشريحة وبيخليها تتحكم في جسمه. ساعتها بيقدر يضرب العصابة كلهم واحد ورا التاني لحد ما بيروح لتولين، وقبل ما يموته بيسأله هو ليه قتل مراته. فبيضطر تولين يعترف له وبيقوله ان في واحد اسمه فيسك هو اللي امرهم بكده. ساعتها الشريحة بتتكلم مع جراي وبتقوله ان ايلون بيحاول يوقف تفعيلها، وبتعرفوا على مكان واحد هاكر تقدر تلغي التحكم بتاع ايلون للشريحة. ساعتها جراي بيجري بسرعة علشان يروح لها، لكن ايلون بيقدر يتحكم في الشريحة ويرجعه مشلول تاني. وفي اللحظة دي بيوصل فيسك لتولين في البار، ولما بيلاقيه ميت بنعرف ان عنده عين متطورة لدرجة انه بيقدر يشوف اللي حصل من خلال عين تولين، وبيقدر يعرف مكان جراي اللي بيحاول هنا يوصل لبيت الهاكر. ولما يقابلها بيعرض عليها فلوس مقابل انها تلغي التحكم بتاع ايلون في الشريحة. هي بتوافق وبتبدأ تهكر النظام. بعد كده بتقوله ان هي عملت اعادة تشغيل للشريحة وفي خلال 3 دقايق هيتلغي التحكم. لكن فجأة هنا بتيجي العصابة وبيشوفوا جراي وهو مشلول على الارض، فبيجي فيسك هنا وبيفضل يستفزه وبيقوله ان هو هيقتله زي ما قتل مراته. وقبل ما يكمل كلامه بتشتغل الشريحة وبيضرب جراي العصابة، وبعد كده بيهرب بسرعة من المكان. ولما يوصل البيت والدته بتشوفه واقف على رجله، طبعا بتكون مندهش ان هو مش مشلول. فبيحكي لها جراي بقى على موضوع زراعة الشريحة، وطبعا بيقول لها ما تقولش لحد لان الموضوع ده في غاية السرية. بعد شوية بتيجي الشرطية كورتيز وبتقوله ان هي لقت الكرسي بتاعه في البار وفي مجموعة مجرمين ماتوا هناك. طبعا جراي بيكذب عليها وبيقول لها انه كان قاعد هناك، وساعتها المجرمين هجموا عليه وافقدوا الوعي، وبعدها ما يعرفش حاجة غير ان سواق التاكسي خده ورجعه للبيت. وكورتيز هنا ما زالت بتشك فيه، فبتحط ميكروفون في الأوضة علشان تتجسس عليه. واول ما تمشي بتتكلم الشريحة مع جراي وبتقول انهم لازم يوصلوا للفيسك ويقتلوه بسرعة قبل ما كل حاجة تتكشف. ساعتها جراي بيتعصب وبيقول للشريحة ما تتكلمش تاني لانه مش عايز يقتل حد تاني. لكنه فجأة بيتشل مرة تانية وبتتحكم الشريحة في جسمه وبتقوله انها مش محتاجة تاخد منه الإذن، وبترجع تقوله ان نظام الحماية اتدمر بعد ما الهاكر لغى تحكم ايلون. وفي نفس الوقت ده كورتيز بتكون في عربيتها وبتسمع كل حاجة. اول ما بتشوف جراي خارج من البيت بتمشي وراه بهدوء علشان ما يشوفهاش، ولكن المفاجأة ان جراي بيشوفها وبتقول الشريحة ان كورتيز كمان حطت ميكروفون وسجلت كل حاجة، وبالتالي هو لازم يوقفها بسرعة قبل ما تقبض عليه. فبتتحكم الشريحة في العربية وبتخليها تخبط عربية كورتيز. وبعد كده جراي بيروح لبيت فيسك وبيهدده انه هيقتله لو ما اعترفش بكل حاجة. فبيقول له فيسك ان في حد دفع له فلوس علشان يخليه مشلول وكمان يقتل مراته. ساعتها جراي بيتعصب وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض، وبيبان هنا ان فيسك هو كمان في شريحة في جسمه ومهاراته متطورة، لكن في النهاية بيقدر جراي يقتله ويتخلص منه. بعدها الشريحة بتقول له يشوف سجل المكالمات اللي موجود في موبايل فيسك. ساعتها بيتفاجئ بقى ان ايلون هو ورا كل اللي بيحصل ده من البداية، وهو اللي دفع فلوس للعصابة علشان يخليه مشلول. جراي ساعتها بيغضب وبيروح له البيت وبيقتل كل الحراس بتوعه، وبعدها بيدخل عليه المختبر بتاعه وبيسأله هو ليه عمل كده. فبيقول له ايلون انه مش السبب في قتل مراته. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي كورتيز واقفة ورا جراي، وساعتها بتقول له يسلم نفسه، لكنها اول ما تقرب منه بتتحكم في الشريحة وبتخليه يجي على كورتيز ويخنقها. فبيحاول يمنع الشريحة علشان ما يقتلهاش وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي. بس فجأة هنا كورتيز بتفاجئه بصاع كهرباء وبتخليه يقع على الارض. الشريحة هنا بتتفصل بسبب الكهرباء الزيادة. فبيجي ايلون هنا وبيوجه مسدسه ناحيته وبيشرح له انه مظلوم، وبيفاجئه بقى ان الشريحة هي اللي عملت كل ده وهي اللي خططت لكل حاجة، وانها اختارته لما راح المختبر مع مراته في اول الفيلم. وساعتها قررت تتحكم في جسمه لانها شايفة ان هو الشخص المناسب ليها. فقدرت ان هي تجبر ايلون انه يأجر العصابة علشان يشيلوه، وساعتها هتكون فرصة كبيرة جدا ان هي تتزرع في جسمه وتتحكم فيه. ولما خطتها نجحت واتزرعت فيه بقت دلوقتي عايزة تقتل ايلون، وده علشان ما يفكرش يعمل شريحة زيها تاني. بس فجأة الشريحة بترجع تتحكم في جراي من تاني وبتخليه يقتل ايلون. بعدها بتروح بيه ناحية كورتيز علشان يخلص عليها هي كمان، وجراي هنا بيحاول يمنعها ويقاوم بكل طاقته، لكن الشريحة بتقدر تتسلل لعقله الباطن وتتحكم فيه، وبتخليه بقى يتخيل انه في المستشفى مع مراته وان كل اللي بيحصل ده مجرد حلم. وبعدها الشريحة بتقول لكورتيز على لسان جراي ان هي كده اتحكمت فيه بالكامل، وبعدها بتقتلها بالمسدس. ولحد هنا بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع لايك المتين وتقول في الكومنتات عايز فيلم ايه المرة الجاية.